النهاردة هنعمل مع بعضينا طريقة محشي كويسة جدا ولذيذة. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك لو عجبك الفيديو. النهاردة هنعمل أول حاجة هنبتدي البصلة بتاعة تسبيكة المحشي، وهنعمل بصلة للحمة المفرومة. أنا بصراحة عملت المحشي النهاردة بربع كيلو لحمة مفرومة بس. بصراحة محشي موفر طبعا معايا جدا وطريقة كويسة جدا ولذيذة. عملنا طبعا بصلة بحتة زبدة، وبعد ما البصلة اصفرت مني ابتديت ان انا احط اللحمة المفرومة. حطيت قرفة على اللحمة المفرومة وحطيت كوسة الطيب. والناحية التانية طبعا البصلة اول ما اصفرت طبعا حطينا شفشق الطماطم، ودينا اهوت بقلب في اللحمة المفرومة طريقة كويسة جدا. وحطينا الفلفل الاسود، وبصراحة الطريقة طبعا موفرة معانا، وطبعا في الغلا اللي احنا فيه دوت فنعمل ابسط الامور. نفكر مع بعضينا الاول، نحسب الاول الحاجة هتكلفنا ازاي ونعمل ابسط الامور عشان الغلا اللي احنا فيه دوت. بصوا انا هنا طبعا انا بظبط الورق بتاع الكرنب. دي طبعا تقطيعة انا بعملها، انت ممكن تقطعيه كده تقطيع صغير، وبرده هوريكي دلوقتي برده تقطيعة هنعملها برده سريعة برده بتسرع معانا طبعا بصوا انا كنت هنا بصراحة عاملة حمص للولاد، هبقى برضو اعمله لكم ان شاء الله. في الشتاء طبعا بتحب الحاجات الدافية. انا خلاص كنت غاسلة الرز ومنزلة منه المية خالص. التسبيكة هي طبعا اتسبكت معانا، وهنبتدي طبعا بعد التسبيكة هنحط هنحط اللحمة المفرومة وهنحط الخضرة طبعا بتاعت المحشي بيبقى هما شبت وبقدونس وكزبر. بنغسلهم كويس جدا، وانا بصراحة حاطة معاهم يعني ورقتين نعناع. بصراحة بتخلي المحشي طعمه تحفة. اللحمة المفرومة هي طبعا خلاص يعني اتظبطت معانا استوت. حطيت شطة، وهنحط كمون، وهنحط فلفل اسود، وهنحط الكزبرة ناشفة، وهنحط السبع بهارات، وهنحط ملح. انا ما حطيتش ملح خالص في بداية الاكل، هحط طبعا الملح اخر حاجة، واقلب كويس جدا. دي بصراحة يا بنات طريقة حلوة جدا وياريت تجربيها وموفرة بصراحة. ربع كيلو لحمة ما شاء الله عمل لي صينية حلوة واتبقى مني والله تاني. بصوا دي طريقة تانية كده بالورقة اللي انا بعملها. دي بصراحة بتنجز معايا برضو، غير ما بقعد اقطع تقطيع اللي هو الصغير دوت. بمسك الورقية كده هوت وبظبطها بقى بالسكينة بالمقص حسب ما انتي ما بتعملي. هبتدي اقطع طبعا من النص كده. انا خلاص طبعا شلت العرق، وهحط بقى الخلطة بتاعت المحشي. يا ريت تجربيها بجد والله، طعمها حلو قوي، طعمها لذيذة. والتوابل طبعا اللي احنا حطيناها ديت وورقتين النعناع اللي حطيناهم في الخضرة. بص انا كده بلف اهوت وابرم، الف وابرم، وبعد كده اقطع بقى الصباع حسب الحجم اللي انت عايزاه وسط، عايزاه صغير، عايزاه كبير. بصوا طبعا عاملاه صغير اهو. بصوا يعني كأننا بنتسلى كده. بصوا صغير يعني ما شاء الله. اديني حاطينه هو التاني، بوريكم طبعا مرة تانية. والف وابرم والف وابرم واقطع بالسكينة. طبعا احنا حاطين الورق بتاع الكرنب اللي هو القلب والعروق، مقطعينها تقطيع عشوائي كده صغير، وحاطينه طبعا في الصينيه من تحت. انا المره دي ما عملتش المحشي في حله. بصوا بوريكم طبعا تقطيعه الورق التاني بنبرمها طبعا كده هوت. دي برضو طريقه تانية برضو الناس كلها بتعملها حسب بقى ما انت ما شايفه اللي بيمشي معاكي طبعا سريع. انا بصراحه الطريقه التانية اللي بتنجز معايا الورقه كده كبيره واحط المحشي، وبصراحه بينجز معايا اكتر من الطريقه اللي هي العاديه. انا خلاص حطيته في الصينيه، حطينا بقى الفلفل الالوان وحطينا بقى طماطم. وبصراحه كان عندي شوربه فراخ. بصراحه انا شوربه الفراخ ما بحبش ارميها، شوربه فراخ بلدي، شوربه اللحمه لو انا مش هعمل بيها حاجه
بمسكها احطها في اكياس واحطها في الفريزر، تنفعني بقى المرة هعمل فيها محشي، مرة بصراحة لو عيل عندي تعبان مثلا شوية لسان عصفور سريع سريع، شوية شوربة خضار، يعني بصراحة ما برميش حاجة. وبكده خلاص خلصنا طريقة المحشي، ويا ريت تجربيها، طريقة حلوة جدا طبعا وموفرة. وبصراحة في الغلا اللي احنا فيه دوت خلينا نعمل كل حاجة بسيطة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والطريقة دي طبعا تكون بسيطة، ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.